رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. تقديم رسالة الغفران. رسالة الغفران هي عمل أدبي مميز لأبي العلاء المعري، شاعر وفيلسوف من العصر العباسي، يصنف ضمن الأدب العربي الخالد. كتبها ردا على رسالة ابن القارح، حيث تخيل فيها رحلة روحانية خيالية بين الجنة والنار. تعتبر الرسالة نموذجا فريدا في المزج بين الخيال والفكر الفلسفي والأدبي، ما يجعلها من أهم النصوص التي تجمع بين الأدب والفكر العميق. الغرض الأساسي من الرسالة كان النقد الأدبي والفكري، بالإضافة إلى تقديم رؤية فلسفية حول الحياة والموت والبعث. وقد استوحى المعري بعض تفاصيلها من تصوره للآخرة، ما جعل النقاد يقارنونها بالكوميديا الإلهية لدانتي رغم الاختلافات الثقافية. تلخيص الرسالة: تبدأ الرسالة بتخيل أبي العلاء للآخرة، حيث يصور ابن القارح وقد دخل الجنة بعد يوم القيامة، فيلتقي بالشعراء والكتاب والأدباء الذين سبقوه إلى العالم الآخر. يدور حوار بين ابن القارح وهؤلاء الشعراء حول الأدب والشعر وقضايا اللغة والنحو والدين. ثم يستكمل المعري الرحلة بتصوير عوالم الجنة والنار، حيث يلتقي ابن القارح بأهل النار وهم من المذنبين الذين خالفوا القواعد الأخلاقية والدينية. يمر الوصف بتفاصيل خيالية دقيقة تنم عن قدرة المعري على التصوير السردي والبلاغي، ويظهر في النص نقد المعري للرياء الديني والتقليد الأعم. الأساليب البلاغية والأساليب الغربية في رسالة الغفران. 1. الخيال الواسع والتصوير الفني. استخدم المعري خياله الواسع في تصوير الجنة والنار وحوارات أهلها. اعتمد المعري على أسلوب الوصف التفصيلي الذي يعكس قدرته على الإبداع الأدبي، حيث وصف الجنة بألفاظ تدل على السعادة والنعيم، والنار بألفاظ توحي بالرعب والألم. 2. السخرية والفكاهة. يعتمد المعري على أسلوب السخرية اللاذعة في نقده للمجتمع والفكر السائد. يظهر ذلك في تصويره لبعض الشخصيات الأدبية والدينية، حيث يبرز الرياء والنفاق بأسلوب أدبي مميز. 3. التناص الأدبي. الرسالة مليئة بالإشارات الأدبية واللغوية، حيث اعتمد المعري على النصوص الدينية والشعر الجاهلي والأمثال، مما يعكس اتساع ثقافته. 4. الاستطراد. وظف المعري الاستطراد في الحديث عن قضايا مختلفة مثل اللغة والنحو بشكل يبدو منفصلا عن السياق الرئيسي، لكنه في النهاية يخدم الفكرة العامة. 5. الجناس والسجع. يظهر في الرسالة استخدام المعري للجناس والسجع، وهو أسلوب شائع في الأدب العربي القديم. وظفه المعري بعناية لإضفاء إيقاع موسيقي على النص، ما يجعل قراءته ممتعة ومؤثرة. 6. الأسلوب الفلسفي. يعكس المعري نظرته الفلسفية المتشائمة حول الحياة والوجود. يظهر هذا من خلال الحوارات العميقة والأسئلة الوجودية التي تطرحها الشخصيات. تعد رسالة الغفران لأبي العلاء المعري عملاً أدبياً فريداً يتجاوز حدود الزمان والمكان. بفضل أساليبها البلاغية والإبداعية، استطاع المعري أن يقدم نقداً اجتماعياً وفكرياً عميقاً بأسلوب أدبي يجمع بين السخرية والفلسفة والخيال. رسالة الغفران ليست مجرد نص أدبي، بل هي مرآة تعكس عبقرية المعري وثراء الفكر العربي في العصر العباسي. مع تحيات الأستاذ لطفي إتلتلي.